ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ انا في حاجة كده عايز اقولها. انا كنت بعمل فيديوهات قبل كده، بس مش رياكت طبعا. كنت بعمل حاجات على اليوتيوب زمان، بس طبعا ما نجحتش فيها خالص. طبعا احبطت. كنت كل لما بنزل فيديو يجيب مشاهدة مشاهدتين 10 100 ألف. فالموضوع معايا ما كانش لذيذ خالص، وحسيت بإحباط وحسيت إن أنا الموضوع مش ناجح معايا خالص، وكنت بزعل. فكنت بضطر إيه أسيب المحتوى اللي أنا بعمله بطنش وخلاص. انا هدور على حاجه تانية، حاجه تانية الناس بتنجح فيها، فانا عايز انجح زيهم. فلقيت ان الموضوع غلط. لقيت ان انت في واحد بينجح في حاجه انت ممكن ما تنجحش فيها. ما هو احنا مش شبه بعض. يعني ممكن تنجح انت في محتوى هو ما ينجحش فيه، ممكن العكس صحيح. فانا كنت بقعد انزل فيديوهات كتير جدا، اللي بيجيب 10 واللي بيجيب 50 واللي بيجيب 1000. كنت كل 5 دقايق اخش ابص على الفيديو بتاعي. يعني كل ما بنزل فيديو بعدها ب3 4 دقايق اخش ابص يجيب مشاهدة، اقول الحمد لله بدأ ان هو ايه الناس تشوفه وتتفرج عليه والكلام من ده. لحد ما شفت ناس بتعمل رياكت والكلام من ده، لقيت ان الموضوع ده ناس ناجحة فيه. يعني لقيت ان الرياكت ناس بتتريق على ناس، وكان عارف ان هو اصلا يعني محتوى اصلا مش هادف ولا ليه لازمة، بس بضحك الناس. ف لقيت ان انا اجرب بقى امشي في الحتة دي واشوفها، لو نجحت فيها هكمل، ما نجحتش فيها مش هكمل. بس لقيت ان الموضوع مش كده خالص بقى. لقيت ان الموضوع عايز صبر، وعايز ان انت تكمل. يعني انت بتعمل محتوى كمل فيه، حتى لو هتقعد سنة سنتين. في ناس نجحت بعد 7 8 سنين. مش كل اللي احنا شايفينهم مثلا بينجحوا دول بينجحوا في يوم وليلة. لازم تكمل في المحتوى بتاعك ايا كان هو ايه المحتوى. استمر فيه وكمل فيه. طبعا ربنا اكيد مش هيضيع تعبك على الفاضي يعني. آه ف في قصة كده كنت عايز احكيها. كان شاب اسمه كريم. كريم ده كان بيعمل فيديوهات وبيضحك الناس جدا. آه كان مثلا كل ما بينزل فيديو يخش يشوفه، يلاقي الفيديو بتاعه جايب 10 لايكات 5 لايكات. ففي يوم من الايام صاحبه كلمه وقال له مش وقته، يعني انا شايف ان الموضوع بتتعب فيه ومفيش تقدير. فكريم رد قال له لا، ده وقته وانا هكمل زي ما انا وهفضل زي ما انا، حتى لو الفيديوهات بتاعتي مش هتتشاف فانا هكمل في المحتوى بتاعي زي ما انا. وده الصح. لحد ما جه في يوم كريم نزل فيديو ما كانش في دماغه خالص، بينزل طبيعي. نام. قام تاني يوم الصبح لقى الفيديو بتاعه جاب 7 8 مليون. آه طبعا كريم ساعتها فهم حاجة مهمة قوي، المفروض كل الناس تفهمها. ان النجاح مش بيجي فجأة. النجاح بيجي للي بيكمل حتى لو محدش شايفه. كمل. كمل في طريقك، وربنا هيكبر بخاطرك ايا كان هو ايه. وده اللي انا هعمله وبعمله وبنصح اي حد يعمله. ما تستسلمش للموضوع نهائي، كمل في المشوار بتاعك، وان شاء الله ربنا هيقدر تعبك. حتى لو انت بتتعب جامد فربنا شايل لك حاجة حلوة.